السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا بنات قلت أما أعمل فيديو كده معاكم جديد وهيعجبكم إن شاء الله بإذن الله. قلت أما أغسل المواعين كده عشان كانت المية قطعة عندي من الصبح، وطبعا وقت الغدا جه وكنت لسه ما عملتش الأكل، وكنت جايبة بصراحة سمك وكان عايز يتنضف طبعا، وانتوا عارفين نظافة السمك بتحتاج مية كتير يعني وكده. الحمد لله ان المية جت. قلت اما اغسل المواعين بقى وكده، وجمعت كل المواعين اللي هي عايزة تتغسل وحطيتها على جنب، وبدأت أغسل في المواعين علشان أول حاجة بعد كده أعمل أتبل السمك وأحطه في التتبيلة بتاعته وأسيبه شوية على بال ما يتشرب من التتبيلة. طبعا انتوا يا بنات عارفين ان المية لما بتقطع بتخلي البيت كله يتدربك كده، ولو مش مخزنة مية يا سلام بقى، لو مش مخزنة مية بتحصل مشكلة كبيرة قوي. فطبعا استنيت المية لحد ما جت، وبعد